صوت اريتريا الديمقراطية دمتي ዲሞክራስያዊት ኤርትራ مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، نحييكم وإليكم كلمة الإذاعة. القمة الثلاثية بإقليم امهرا، الدلالات والنتائج. عقدت قمة ثلاثية في مدينة غندر الإثيوبية بإقليم امهرا في 9 من الشهر الجاري، ضمت رؤساء اريتريا وإثيوبيا والصومال، والذي رشح من القمة أنها تهدف إلى تعزيز السلام بين هذه الدول. غير أن اللقاءات المتعددة التي تجري بين هؤلاء الرؤساء، ومن بينها هذا اللقاء وشعار السلام الذي أطلقه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لا نجد لها صدى على أرض الواقع إلا في إثيوبيا التي انفتحت حكومتها على المعارضة المدنية والعسكرية، وتحاول رسم خط سير السلام بين ألغام الصراعات القومية وأصحاب النفوذ الذين تضررت مصالحهم بسبب التوجه الجديد وانتقال مركز الثقل السياسي من التجراي إلى الأورومو وحلفائهم الامهرا. عموما في إثيوبيا هناك حراك سياسي يصعب التكهن بنتائجه في ظل التحديات الداخلية، ولكن هناك إرادة سياسية حقيقية لدى حكومة أبي أحمد للانتقال بإثيوبيا نحو الاستقرار الداخلي وعلاقات خارجية تدعم هذا الاستقرار. أما بالنسبة لإريتريا التي تدار كل مؤسساتها من قبل شخص واحد لا ثاني له، فالسلام هو مجرد شعار أجوف لا صلة له بالواقع، يحاول من خلاله سياسة ترميم نظامه المهترئ وتوطيد أركان حكمه وعلى حساب كرامة الإنسان الإريتري وسيادته الوطنية. أما الصومال الذي يحاول النهوض من بين أنقاض الحرب الأهلية يهدف إلى استغلال هذه العلاقة لتجنب عبث إسياس في الملف الصومالي، وفي ذات الوقت إعادة علاقة الصومال بإثيوبيا على أسس جديدة تخدم مصالحه وتبعد عنه شبح الحرب الأهلية. ولكن للأسف قبل عودة الرئيس الصومالي إلى بلاده استيقظت العاصمة الصومالية مقديشو على وقع انفجارات دامية أودت بحياة العشرات. والسؤال: من المستفيد من هذه العملية؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وأيضا لماذا هذه القمة الثلاثية في غندر بإقليم امهرا في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الامهرا والتجراي؟ نعتقد أن من يعبث بالوضع في الصومال هو ذاته الذي يحاول الدفع بالخلاف بين الامهرا والتجراي إلى نقطة لا عودة، وبالتأكيد لن يطول الانتظار لمعرفة من يقف وراء هذه الأحداث ومراميه. على كل حال القمة انتهت ونتائجها ما تزال خلف الأبواب الموصدة، وفي تقديرنا القمة كانت معنية بالأوضاع في إثيوبيا وبدور السياسي المشبوه العراب غير النزيه الذي بدأ يعمل على خلط الأوراق السياسية في إثيوبيا بما يهدد أمنها واستقرارها، ويعرض بل ويقوض شعارات رئيس وزرائها أبي أحمد حول السلام والمصالحة والعدالة. أما إريتريا فهي الحاضر الغائب، لأن إسياس غير معني بمصالح الشعب الإريتري، وإنما همه تحطيم تطلعاته وكرامته وبتأجيج الصراعات في المنطقة لصالح الأجندات الإقليمية والدولية. أما الرئيس الصومالي فقد حضر القمة أملا في أن يشكل التقارب مع إسياس وأبي أحمد داعما لاستقرار بلاده، وهو ما قد يبدو صعب المنال في وجود إسياس ونهجه. بهذا نصل بكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في برنامج جديد. صوت اريتريا الديمقراطية.